السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنوجد معكم او غنقدم لكم البسبوسه بالليمون، بالعصير ديال الليمون او البرتقال. كتجي منعشه وبنينه بزاف بزاف. ما فيهاش شي مقادير كثيره، هي سهله ان شاء الله توجدوها لوليداتكم. ندوزو نشوفوا المقادير، وقبل ما نشوفوا المقادير وطريقه التحضير شاركوا في القناه وديروا لايك وكومنتير زوين من عندكم، وندوزو نشوفوا المقادير ان شاء الله وطريقه التحضير. عندي هنايا واحد البول درت فيه واحد القريصة ديال الملحة كيف كتشوفوا هكذا. عندي هنايا 4 ديال الحبات ديال البيض، نكون خرجتهم قبل من الثلاجة. عندي هنايا ساشي واحد ديال الفاني، مع كاس كبير ديال السكر سنيدة. هنايا عندي القياسات كلهم بالكيسان كبار. دابا غادي نخلط الكل بالخلاط مزيان. غادي نخلط داك البيض والسكر سنيدة والفاني حتى غادي يتضاعف الحجم ديالهم شويه، وغادي يولي نايل هكا البيوضه. دابا غادي نضيف واحد الكاس ديال الزيت حتى هو بالكاس كبير، كاس ديال الحليب، وغادي نخلط غير شويه يندمج الخليط مع بعضهم صافي. دابا غنضيف كاس ديال الدقيق اللي غربلته من قبل، وكاس ديال السميده اللي ديال الحرشه اللي كنصاوبوا بها الحرشه رقيقه. هنايا عندي 2 خمارات حمرين صافي. كنخلط الكل جيدا حتى كتخلط لينا السميده والدقيق مزيان، كيتخلطوا مع العناصر الاخرى صافي. غير كيتخلطوا هكا كنحبسوا. كيف كتشوفوا الخليط خصو يجي على هذا الشكل هذا، ما تجيش قاصحه، تجي هكا خفيفه. كنضيف هنايا واحد الحكه ديال البرتقال صافي. من بعد كندهن الطاوه ديالي بشويه ديال الزيت وكنرشها بالسميده صافي، وكنخوي فيها هذا الخليط كيف كتشوفوا، وكنخليها هنايا ترتاح واحد 10 ديال الدقائق، تقريبا 10 ديال الدقائق او 8 ديال الدقائق صافي. من بعد كندخلها طيب على نار مهيله بحال اللي كنطيبوا الكيكه. هنايا غادي نوجدوا السيرو باش غادي نسقيوها. عندي كاس كبير ديال الليمون، نص كاس ديال الماء، ونص كاس ديال السكر سنيده. غادي نخليهم على العافيه يطيبوا مزيان حتى واحد 5 دقائق تقريبا حتى 6 دقائق. ودابا غادي نسقي البسبوسه ديالي مني غتخرج من الفران. كتجي محمره وزوينه وهشيشه كيف كتشوفوا. غادي نسقيها بهذا العصير كله، ما تخافوش منه، راه كلشي غادي يشرب وغادي تولي زوينه. غادي نخليها تشرب واحد شويه، غير واحد دقيقه او 2 دقائق. من بعد غنزينها بالكوك او زينوا باش ما بغيتو نتوما. هي البسبوسه معروفه بالكوك، كنزينوها بالكوك كتجي زوينه. والبسبوسه ديالنا كتجي على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا، كتجي زوينه بزاف بزاف، هشيشه وسهله في التحضير وسهله في المقادير ديالها. كنتمنى تجربوها وتعجبكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده بحول الله. بسلام عليكم.